السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم لو بتشوفوا الفيديو بتاعي ده الصبح، ويا مساء الورد على عيونكم برضه لو بتشوفوا الفيديو بتاعي ده بالليل. تعالوا بقى نشوف النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن إيه أو هنعمل فيه إيه. هنعمل فيه حاجة جميلة جدًا هي لحمة القلب زي ما أنتم شايفين يعني. أنا غسلتها كده وكنت نقعاها في مَيّة وليمون وطبعًا معلقتين من الدقيق بيفرقوا معايا جدًا زي ما قُلت لكم قبل كده في نقع أو تنضيف الحاجات بتاعتي دي كلها. وخصوصًا طبعًا حلويات اللحمة، حلويات الدبيحة بتاعتنا بتحتاج إن هي تتغسل بطريقة كويسة جدًا علشان نطلع بيها بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده، وما تبقاش معايا مزفرة ولا أي حاجة خالص. كانت في منتهى الجمال. أنا كل اللي عملته هنا صفيتها من مَيّة النقع وقطعتها مكعبات زي ما أنتم شايفين كده. حجم التقطيعة زي ما أنتِ عايزة. أنا بس هاضيف هنا بقى كده الحبهان بتاعي كمان للحاجات اللي أنا كنت محضّراه. أنا محضّرة بس الحاجات اللي هاسلقها بيها. زي ما أنتم شايفين كده أنا معايا بصلاية كبيرة ومعايا كمان طماطميتين كبار، وكمان معايا ورق لورا، وطبعًا الملح والفلفل الأسود ده شيء أساسي. هنعملها بطريقة كده حلوة متعودين عليها أو معظم الناس اللي بتحبها يعني متشوّحة كده في معلقة سمنة أو حتى شوية زيت و وخلاص على كده. وبياكلوها كده. تعالوا نشوف النهارده هنعملها إزاي. أول حاجة أنا هاعملها، طبعًا أنا قطعت ليمونة معايا كده علشان زي ما أنتم عارفين ومتعودين معايا يا حبايبي، إن إحنا أي لحوم عندي أنا بانزّلها في مَيّة مغلية وباحط فيها الليمونة دي، والليمونة دي لو مش متاحة تقدري تحطي معلقتين من الخل الأبيض العادي جدًا. تعالوا نشوف بعد ما عملتها في الخطوة دي بقت معايا شكلها إيه. كده خلاص أهو أنا نزّلتها في المَيّة بتغلي وعليها كمان الليمونة 3 دقايق بالضبط ويمكن أقل. طبعًا هتعرفي من شكل المَيّة أصلًا هتلاقي شكل المَيّة غيّر معاكِ، وكل الحاجات اللي عينِك مش هتحب تشوفها هتلاقيها في المَيّة دي. هنصفّيها ونشطفها شطف حلو وهتبقى بالجمال اللي أنتم شايفينه معانا ده. يالّا بينا على الحلة كده على طول ونشوف إحنا هنعمل إيه. أنا بس هاحط معلقتين كده من الزيت، ولو أنتِ ملاحظة إن كمية الزيت هنا قليلة جدًا. أنا بس محتاجة إن هي تتشوح تشويحة حلوة علشان تتشمّع معايا، وكمان تنزّل بقى الدهون بتاعتها. وطبعًا أنا يعني كمية الدهون اللي بتبقى موجودة في لحمة القلب أو الكوز زي ما بيسموه تقدري تتحكمي فيها براحتك. لو أنتِ بتحبي الحاجة مدهننة أوي وكده، هتسيبي كمية الدهون كلها زي ما هي. لو أنتِ زيي كده بتحبي حاجة بسيطة بس تطعّم الحاجة، طبعًا أنا شفيتها وشِلت الدهون دي كلها، وإن شاء الله هابقى أوريها لكم في مرة بيتنضف إزاي، وبيبقى جواه إيه. إحنا مش بنحب نشوفه أبدًا، وتنضيفه صراحة يعني ممكن يبقى مُتعب شوية، ولكن لازم إحنا اللي ننضفه بإيدينا ونشيل كل حاجة عنينا مش تعجبها. أنا هاشوّح بقى الكلام الحلو ده كلّه كده مع بعضه تشويحة حلوة، بحيث إن العصارة بتاعة كل حاجة تنزل، الطماطم بقى والبصل، وكمان أشم ريحة اللورة كده والحبهان. أهو زي ما أنتم شايفين أنا إيدي فيها على طول. كده سخنت معايا كويس جدًا. الحلة بتاعتي كانت سخنة جدًا من البداية، وده أهم خطوة في تشويح أي لحوم. هتاخد معايا من دقيقة لدقيقتين. هنا كده خلاص اتشوحت كويس جدًا. هانزل عليها بقى بكمية كده من المَيّة بتاعتي، هاغطيها وهاسيبها على طول تتسبك كده مع نفسها. طبعًا أنا ضِفت لها الملح وضِفت كمان الفلفل الأسود. مش هاضيف أي بهارات دلوقتي خالص. هاوريكِ كمان أنا هاعمل إيه، بس لمّا تاخد غلوة واحدة كده هاوريكِ باضيف إيه، وبيفرق جدًا كمان. وجربي الحركة اللي أنا هاعملها دي مع اللحمة الحمرا وكمان مع البط. أنا بقى هاسيبها كده تاخد غلوة والّا 2 مع بعض وهارجع لها تاني. طبعًا هنرجع مع بعض مش هارجع لوحدي. يالّا دوسي لايك لو وصلتِ معايا للنقطة دي في الفيديو. كده خلاص بقى كانت ابتدت تدخل في سِوَى، فخلاص أنا هابتدي أضيف التركاية بتاعتي بقى بتاعة كل حاجة واللي بتظهر معايا طعم حاجات كتيرة جدًا. ده توم. لو أنتِ هتعملي توم صحيح فهتعمليه في الهون كده وهتحطي عليه شوية من الكبيبة الصيني وربع معلقة بس صغيرة حبهان مطحون. كده خلاص أنا التوم اللي عندي ده كان توم متفرّز علشان كده أنا قلّبتهم مع بعض قدّامكم عشان يبقى الكلام واضح. لو أنتِ ما فيش عندِك توم صحيح تقدري تعمليه بأي توم ما فيش أي مشكلة خالص. هاسيبها بقى مع نفسها كده وهاهدّي النار طبعًا في الوقت ده لحد ما تستوي معايا وهتبقى كويسة جدًا لحد الآخر. يالّا بينا نشوف بعد ما استوت عملنا إيه. طبعًا أنا أخدت كمية منها شوّحتها بقى بمعلقة سمنة وشوية زيت زي ما بيحبوها، وحطيت لهم فلفل أسود كده وأكلوا. طيب أخدت بقى نُص الكمية بتاعتي دي. تعالوا نشوف أنا باحبها إزاي وبنعملها إزاي. طبعًا الحركة دي اختياري. لو أنتِ عايزة تتحمّر على كده زي ما أنتم شايفين بتكمّليها كمان وخلاص، وبترشّي عليها فلفل أسود وملح وبتبقى جميلة جدًا. طيب أنا هنا ده بصلتين بس كده قطّعتهم جوانح يعني، وكمان فلفل شرايح رفيّعة كده،
وتقدري تحطي فلفل حامي لو أنتِ عايزة. أنا هنا ما كانش عندي فلفل حامي فحطيت إيه، ربع معلقة كده من الشطة، نُص معلقة كده من التوم. مش محتاجة أي حاجة معايا تاخد لون، كل حاجة معايا هتدبل بس. أنا هنا كده هاغطّي عليها، هاسيبها دقيقتين 3 مع نفسها. أنا بس ممكن أحط شوية خلطة أهو، شوية بهارات بس يعني طعّموا لي البصل مش أكتر من كده، وكأني رشيت على كمان على لحمة القلب بتاعتي، كده حاجة بسيطة كمان من الفلفل الأسود، يعني مجرد ما رشيتها الريحة كانت رهيبة. كده خلاص أهو. أنا بقى هاضيف عليها كده كمان طماطماية متقطعة نفس التقطيعة، لو أنتِ مش حابة التقطيعة دي تقدري تغيّريها براحتك خالص، زي ما تحبي تاكلي اعملي. أنا باقدّم لِك وصفة أنا عاملاها وجرّبتها وكان طعمها حلو، بإذن الله، بإذن الله هتعجبكم. كده خلاص أهو. تعالوا نشوف بقى بعد ما استوت كانت عاملة إزاي. زي ما قُلت لكم أنا ما كنتش محتاجة أي حاجة تاخد لون، أنا بس محتاجة الحاجات بتاعتي تدبل وتبقى بالشكل التحفة ده. طبعًا البصل بلونه يعني والطماطم والفلفل كل حاجة بلونها زي ما هي، وطبعًا كده إحنا حافظنا على القيمة الغذائية بتاعتها كتير جدًا. كده خلاص. ده كان شكل الطبق بتاعي. طبعًا بقى هتقدّميه مع شوية رز أبيض الله عليهم، هتقدّميه مع خضار ورز ما فيش أي مشكلة، هتقدّميه زي ما أنا عملت كده النهارده. عملت جنبيهم شوية طحينة، وكمان عملت شوية طماطم مخللة كده، ودي كانت الوجبة، كانت حاجة كده في منتهى الجمال وحاجة تفتح النفس، وأكلناها بعيش. طبعًا تاكليها بعيش أو تاكليها حتى بالرز ده بتاعتِك أنتِ، أو على حسب كل بيت بيحب إيه بصراحة يعني. بس أنا طالما عملت الخلطة دي يعني عيش وطحينة على طول. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب أكون قدرت أفيدكم. ده كان شكله معانا النهارده حاجة كده في منتهى الجمال، وطبعًا عملنا سلطة الطحينة قبل كده مع بعض، وعملنا كمان الطماطم المخللة مع بعض. وهي دي كانت وصفتنا النهارده للفيديو. ربنا يحسن ما بين إيديّا وربنا يحسن ما بين إيديكم أنتم كمان. يالّا شجعوني باللايك بتاعكم الجميل، وهاستنى منكم الكومنتات الجميلة جدًا اللي بتفرحني بوجودكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.